الأمني يساوي رعب خوف المواطن. إنسان قاعد في كرسي محترم نفسه يجي أمني يهز المنقى يهز المركز، هذا لا سبيل إليه. كانت قبل رافعات بن علي بوليس يدخل يسوقها قهوه كامله راهو تو هاك تشوف فيها ساعات 20 كامب يتحير في 5 من الناس. ميكرو الهدف المغاربي كالعادة متواجد في الشارع التونسي. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا هو علاقة الأمن بالمواطن. علاقة الأمني بالمواطن علاقة شيكة تبنت من الأول على نهضة الاستقلال، تبنت على التخويف. الأمني يساوي رعب خوف المواطن باش المواطن يلبد، وهي في الواقع الأمن هو الأمن موظف والأمن جمهوري يعني لخدمة المواطن. لكن بما أن السياسة في تونس سياسة ديكتاتورية، أكبر أكذوبة أن ثم ديمقراطية في تونس ولا عيش ديمقراطية. اللي يحب يحكم ديكتاتوري من عهد عليسة كذب أن يقول لك ثم ديكتاتورية وحرية به كلها مسرحيات. ثم سنون باش اللي ثم أمنين باهي، وصولهم باهية، تربيتهم باهية، الثقافة متاعهم باهية، تخليهم يتصرفوا حسب التربية دي ما يأثرش فيها. وثم أمنين يستغلوا الفرصة، يلبس الكسوة يولي فرعون يحكم بحكامة وينتقم ويولي هو السلطة والسلطة هو، ويتصرف يشخص الموضوع. مش علاقة متاع مواطن بإدارة، يحب يشخص الموضوع. حتى مواطن يغلط شوي يرد المشكلة بينه وبين المواطن، مش بين المواطن والقانون. هذيك تابعة الوعي. في الأوروبا ما تلقاش الأوروبا حتى مجرم مكرمجين يحترموه ويعطوه الفرصة وكذا. احنا ثم إهانات في المراكز، ضرب، تعذيب، وصلت ناس مات في الحبوسات. الأمنيين مش هم يحبوا يعذبوا، يحبوا يقتلوا. جاهم اوردر من الداخليه، اوردر من الزعيم، لان ذاك الشكل اخترع على الزعيم. الروح كذبانه تولي. ويلزم السلطه تخدم على العلاقه دي. يلزم يكون ثم احترام بين المواطن وبين الامن، ونحددوا مهمه الامن ونحددوا حدود المواطن. باش هاي علاقه، هو موظف راهو الامني عنده دور يقوم به واسمه امني يوفر لك الامن. اللي غايب تو في تونس والحكومات تساومنا به، اقعد رايد وفر لك الامن. قلت لا هاو نحك الامن، تولي تروح من 6 كيما تو تروح من 6 ل 10 تبدا خايف. الامنيين قاعدين مع بعضهم في بلاصه معينه في الضوء، والشوارع الاخرى ظلمه بركاجات، والدنيا تخلي كومبليتمون على المواطن باش يريد ويدنكس للسلطه، سواء الموجوده تو ولا قبل ولا بعد ولا تونس كلها ما عندهاش. الامن بالمواطن والمواطن بالامن. اخي الامن منين هو؟ فماش شكون في العائله التونسيه ما عندوش شكون امني راه. اللي ما عندوش خاله عنده ولد خاله، واللي ما عندوش عمه عنده ولد عمه، كلها من الحياه الشعبيه. اما ما بعد الثوره العشريه السوداء يلزم مراجعه الانتدابات على مستوى وزاره الداخليه، لان الخلل الكبير الكل صار في العشريه السوداء. مع كامل احتراماتي نحترموها وزاره الداخليه وزارتنا، وراهي دوله من غير امن راهي ماهيش دولة. أما لكن لازم تتم المراجعة من عملية جربة تفهمي برشا حاجات. مع كامل احترامات عندي شكون أمني من فاميلتي ونعرف، أما لازم تتم المراجعة. راهم يسكنوا في الحياة الشعبية ونشوفوا فيهم، ما نعممش هناك بعض. خلوا المقرات الأمنية وتعاملوا مع حركة النكبة. يلزم الناس هذه ما تكونش موجودة توا في الدولة في كل المجالات. والمراجعة زادة نتاع المعتمدين، مراجعة العمد اللي دخلوا في عهد حركة النكبة. راني ديما نعيط لها حركة النكبة، هذا رأيي الخاص كمواطن ونتحاسب عليه أنا. ما عندكمش انتم حتى دخل، لأنها تسيب الماء على البطيخ. من عملية جربة نفهموا كل شيء. يعني ناس وصلت الدولة يلزمها فما عجز، يجم عجز في كل الوزارات. راهو الأمن لازم يكون محايد، تخدم الدولة في الدولة، تبعد على السياسة. أنا ضد النقابات مع كامل احتراماتي لهم، النقابات الأمنية ضد. أنت أمن حفظ نظام في الدولة، تحمي المسلم والمسيحي والملحد، مو عنده جنسية تونسي وموجود على الأرض هذه، أنت باش تحميه، هذيك مهمتك. ما تدخلش تحت سقف النقابات، خاطر اللي هردت البلاد هي النقابات. وان شاء الله ترجع الثقه، الثقه نحن نرجعوها في بعضنا. راه لازم تكون فما دورات تكوينيه زاد الامن، معاملته على مستوى الملاعب، معاملته على مستوى التجمهر نتاع الناس في الساحات. لازم تكون فما ندوات ما فيها باس على مستوى الولايات المعتمديات، الناس تقرب من بعضها. المجتمع المدني شنو يدوروا؟ ما لازم يقعد مع الامن والاشكال يتعالج. كانت قبل رافعات بن علي بوليس يدخل يسوقها قهوه كامله راهو تو هاك تشوف فيها ساعات 20 كامب يتحير في 5 من الناس. لازم تتم هيبه الدوله على مستوى الدوله، ما نجيبوش عباد براني باش تعطينا دروس. نحن الدين نحن نعرفوه في بلادنا. يجي اخويا انت كمؤسسه امنيه اقعد معايا نشوفوا شنو الوضعيه، شنو الاشكال، علاش انا نكرهك وانت علاش تكرهني. مع كامل احتراماتي هذا نحكي لك راهي الموجود في حومنا، فهمني.
وربي يهدي كل انسان، وراه يلزم الانسان يعطي امل في بلاده، خاطر ما لها الا تونس. والبوليس راهو ماله الا بضحي شعبي، ياخذ في فخذ الجيش كيفنا كيفه في طريف سردينه ورطل مقارونه ويقعدوا معنا في القهاوي ونتناقشوا معاهم، اما يلزم المراجعه تم. هذا هو اللي الواقع. الامن اساس العمران. واقع الامن معناها في بر تونس العزيزه هذه في الوقت الحاضر البحر هادئ، الموج غير موجود. معناها الحاله الامنيه اللي موجوده في تونس حاله يضرب بها المثل. كيفاش جت هذه؟ جت بالجهود المكثفه نتاع الامنيين المخلصين، ما همش الامنيين الخونه اللي هما زغرتوا لهم في وذنيهم وجابوا لهم ما يسمى سنديكا نتاع الامنيين اللي هي كونتر لي ريغلمون، كونتر القانون. كما القاضي ممنوع عليه باش يعمل نقابه، كما الامني نفس الشيء، وهذا موجود في القانون التونسي. لم اتي بالجديد. لفيديل الامنيين اون لاف لا كاسكيت او بون ترافاي، وعلاقتهم بالمواطن من احسن ما يكون. ما عندناش مشاكل مع الامنيين المخلصين هذوما. معناها ريكابيتولون قال الفرنساوي، الحاله الامنيه في تونس ممتازه جدا، فهمني ولا؟ ويكفي ان نذكروا معناها المشاهد ولا المستمع بالكومبلو اللي فاقوا به، المؤامره التي حيكت معناها خيوطها ما بين الاخوانجيه ومن لفهم، فهمني ولا؟ الذين يدعون الحريه والديمقراطيه. شكون فاق بها هذه؟ الامنيين. اتمنى من كل فؤادي ان القناه نتاعكم هذه اللي سميتوها الهدف لو بيوت، فهمني ولا؟ ما تكونش تنتمي ما يسمى قنوات المجاري. هذه اتمناها من كل جوارحي. معناها لو بيوت سي لو بيوت.